هايو أهلا بيكم في الحلقة الأولى من حكاية تشو، وحش ال10,000 سنة اللي لقى نفسه في عالم سحري وهو إنسان عادي، ومع الوقت قدر يتطور ليكون أقوى شخص في العالم. فإيه هي حكاية البطل ده؟ كل ده وأكتر هنشوفه في حلقة النهاردة، فصلي على النبي الكريم ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بتبدأ القصة بتاعتنا وبيكون تشو في مستشفى وقصاده بنت نايمة على سرير، وبنعرف ان البنت دي هي اخته، وبيكون واقف معاه راجل ومعاه 2 ماسكين مسدسات. في الوقت ده بيزعق تشو للراجل ده وبيقول له انا استقلت وما عنديش اي حاجة اقدمها لك، يا ريت بقى تاخد اللي معاك دول وتخرجوا من الجناح بتاع اختي. فبيتعصب الاتنين اللي مع الراجل وبيرفعوا مسدساتهم على تشو، لكن الراجل ده بيقول لهم احنا شركة محترمة ما بنرفعش المسدسات في وش حد، نزلوا المسدسات دي وخلونا نتكلم بالراحة. وبيبص الراجل اللي بيكون اسمه شو لتشو بيقول له دي اختك الكبيرة اللي ربتك بعد ما باباك ومامتك ماتوا، مش كده؟ ولولا شركتنا اللي كانت بتدفع عليها مصاريف العلاج كان زمانها ميتة دلوقتي. فساعتها تشو بيرد عليه وبيقول له انا هسد المصاريف اللي اتدفعت كلها، بس لو عايزني اتحمل اللوم على خسارة مشروع حديقة التسلية فانا مفيش قدامي حل غير اني استقيل. فبيرد عليه تشو بيقول له ما تنساش ان ده كان طلبك من الاول، وانك كنت عارف انك عايز الفرصة دي علشان تعالج اختك، وانت استقلت فجأة من قسم العمل اللي كنت بتتعب فيه جدا علشان تقف على رجلك وتقدر تساعد اختك وتقوم من مرضها اللي هي فيه. هو انت مش خايف يحصل لها حاجة؟ فبيتعصب تشوف الوقت ده بيقول له انت بتهددني؟ طب فكر بس تلمسها كده. هو بيقرب تشو من شو لكن الحراس بيمنعوه، وبيقول المدير لتشو انا مش شيطان ومش هقدر اتحمل ان حاجة تحصل لاختك، كل الموضوع ان الحكومة هي اللي ممولة مشروع الحديقة، فلازم حد يتحمل مسؤولية الخسارة، بس لو انت بتساعد الشركة فالشركة برضو هتساعدك، وانا وقتها هدفع لاختك فواتير العلاج لمدة سنة كاملة، واظن كده يبقى احنا عملنا اللي علينا معاكو. لا ما تردش دلوقتي، فكر كويس وتعالى قابلني تاني يوم لما تبقى تاخد قرار. وتاني يوم بيروح تشول الشركة وبيقابل بنت اسمها شيا، فبتتكلم شيا معاه قائد الفرقة انا عندي حاجة اقولها لك، ممكن تيجي معايا لحظة؟ فبيروح تشو معاها وبيوصلوا للسطح، وفجأة بتعرفوا شيا ان هي معجبة بيه، فبيقول لها تشو انا مش بفكر في الحاجات دي دلوقتي. بتطلب منه شيا انه يغمض عينه وبتقول له انا سمعت انك لو هربت فالشركة هتاخدني كبش فدا لمشروع حديقة التسلية، علشان كده يا تشو انت لازم تموت. وبتزق شيا من فوق السطح، لكن تشو بيمسكها من ايديها بسرعة وبيقول لها لو هموت فانت كمان هتموتي معايا. بتحاول شيا انها تزق ايده علشان ما تقعش معاه، لكن تشو بيشدها وبيقعوا هما الاتنين مرة واحدة. بيبص تشو تحت بيلاقي في ايد كبيرة ظهرت من الارض ومسكته، وبيلاقي في وشه باب اتفتح. فبيقول تشو لنفسه انا لو دخلت الباب ده هيكون لسه في عندي فرصة، انا لازم الحق الباب ده بسرعة قبل ما يتقفل. بيدخل تشو من الباب وبيفوق بيلاقي نفسه على الارض قصاد الشركة. هو بيبص حواليه بيلاقي كل حاجة زي ما هي ما عدا ان مفيش ناس ماشية في الشارع، وبيظهر شريط من النظام لونه ازرق قدام تشو مكتوب فيه ان المنقذين 10,000 وصلوا والتجربة بدأت. فبيستغرب تشو جدا وبيقول الصوت ده جاي منين؟ وبتيجي فجأة بنت ماسكة سيف من جنب تشو وبتطلب منه انه يبعد عن الطريق. هو بتقرب من وحش كبير وبتقوم موتاه بسيفها. فبيتصدم تشو بيقول لنفسه هي دي حاجة يقدر انسان عادي يعملها؟ فبتبص البنت لتشو بتسأله هو انت دخلت العالم ده ازاي؟ هو انت حتى مش معاك اي سلطات روحية؟ فبيرد عليها تشو انا مش عارف انا دخلت هنا ازاي، هو انت ممكن تعرفيني ازاي اخرج؟ فبتقوله البنت مجرد ما تجربة المنقذ بتبدأ لازم تستنى لغاية ما المهمة التجريبية تخلص، المكان ده مليان وحوش شيطانية وخطر جدا بالنسبة ليك، فأنصحك من دلوقتي إن أنت تمشي ورايا وما تفارقنيش.
وبيجي فجأة واحد من ورا البنت دي، واللي بنعرف ان هو اسمه تشين، وبنعرف برضو ان البنت دي اسمها يوتونج. فبيتكلم معاها تشين وبيقول لها العالم السري مش مكان لفعل الخير، ده حتى احنا المتدربين الخالدين فالمكان ده بالنسبة لنا خطر جدا، فلو انت ناوية تتحملي مسؤولية الشخص ده فانا هطلب منك انك تسيبي الفريق بتاعي. فبتحاول يو ان هي تتكلم، لكن تشو بيقول لها ما تقلقيش عليا، روح شوفي وراكي ايه، انا كده كده هرجع لوحدي علشان اختي مستنياني. فساعتها تشين بيتدخل في الكلام، ايوه ورينا بقى هتعمل ايه لما تتساب لوحدك هنا. وبعدها بيمشوا وبيسيبوه، وبتكون يو ادت تشو سيف احتياطي من معاها. فبيتكلم تشو مع نفسه بيقول انا مش عارف هتصرف ازاي بالسيف ده. وبيظهر فجأة شاشة لونها برتقاني قصاد تشو مكتوب فيها تسجيل الدخول مفعل، وشاشة تانية مكتوب فيها سجل الدخول علشان تاخد مكافآتك. فبيسجل تشو وبياخد المكافأة، وبيجيله رسالة ان اول يوم اخد قوة الوحش الشيطاني واللي بيكون عمره 1000 سنة. فبيحس تشو ان في قوة غريبة طالعة منه، وان الارهاق اللي في جسمه كله راح واختفى مرة واحدة. وفي نفس الوقت ده في العالم الحقيقي بتظهر رسالة من النظام للعالم كله، وبيكون مكتوب في الرسالة دي ان العالم السري على وشك التفعيل، وان في 10,000 متدرب دخلوا العالم السري وهيحاربوا الوحوش الشيطانية، وهيتعمل بث مباشر لكل حاجة بتحصل في العالم السري للعالم كله. وبعد سنة لو المتدربين فشلوا، ملوك العالم الآخر هتنزل وتدمر الحضارة البشرية كلها. فكل اللي بيسمعوا الكلام ده بيتفاجئوا وبيلاحظوا ان موبايلاتهم نزل عليه تطبيق اسمه بث العالم السري المباشر، وفي بعض الشباب المجانين اللي بيكونوا عايزين ينضموا للعالم الخالد ده، لكن البعض منهم بيكون خايف ان الحضارة البشرية تتدمر، وده طبعا هيحصل لو الموضوع ده فشل. واول لما التطبيق بينزل عند الناس بتجيلهم جملة ترحيبية وهي مرحبا بكم في قناة البث المباشر، وبتظهر قدامهم بنت صغيرة وبيكون معاها راجل وست، وبتقول اهلا بالجميع، انا مذيعة اخبار افتراضية واسمي روري، ويشرفني اني اكون مضيفة للبث المباشر ده، والاتنين اللي جنبي دول من اكبر الطوائف لتدريب الخلود، وهما من عيلة تاي وعيلة جي تشينج. وبتبص روري لجي وبتسألها عندك حاجة تشاركيها؟ فبتقول لها جي عشائر تدريب الخلود المختلفة عملت كل الاستعدادات علشان تغزو العالم الآخر. فبترد عليها روري في كمان مكافآت للمشاهدين من تطبيق العالم السري، والعملات دي هتساعد في قوة المنقذ المفضل لكل واحد في العالم السري. ودلوقتي البث الرئيسي هيجيب لقطات عشوائية للمنقذين اللي بيقاتلوا جوه العالم ده، وبيظهر لهم أول منقذ واللي بيكون ضعيف ومش قادر يقاتل ضد الوحوش وبيموت بكل سهولة. فبتنتقل روري لغرفة البث المباشر التانية وبيظهر شخص تاني لكنه بيموت برضه، وبتفضل روري تحول على الغرف اللي بعدها وبتقول يي وهي متضايقة احنا قلنا هنعرض معركة بطولية بين المنقذين والوحوش الشيطانية، ازاي الموضوع اتحول مننا لعرض مرعب بالشكل ده؟ انا لو اعرف ما كنتش جيت هنا. فبيتضايق جي وبيقول في حاجة غلط، استحالة تجربة العالم السري الأول تكون بالصعوبة دي. فبيظهر فجأة إعلان من العالم السري مكتوب فيه إن الوحوش الشيطانية زادت، وكده قوتهم هتزيد وهيظهر وحوش شيطانية عمرها أكتر من 500 سنة. فبيكمل جي كلام بعد ما بيشوف الإعلان وبيقول كل ما الوحوش عمرها بيزيد كل ما كانت أقوى، إحنا أقوى منقذ عندنا بقوة وحش شيطاني عمره 1000 سنة بس، والمتدربين كلهم ضعاف جدا. فبتتكلم روري وبتقول السيدات والسادة، اديكم شفتم ازاي المنقذين بيقاتلوا ضد الوحوش الشيطانية، فيا ريت تدعموهم بعملات القطر بتاعتكم. بتحول روري على القناة اللي بعدها، والمفاجأة ان القناة دي بتكون الخاصة ببطلنا تشو. بيتفاجئوا كلهم اول لما بيشوفوا تشو قاعد بياكل وبيشرب ولا على باله، وبتضحك يي وبتقول اكيد الشخص ده هو الاقوى علشان كده قاعد ياكل بالشكل ده.
هو مش فارق معاه كل اللي بيحصل حواليه. فبيقول لها جي وهو متضايق هو ما عندوش اي طاقة روحية، الشخص ده محظوظ جدا، مجرد شخص فاني، ازاي العالم السري يختاره كمنقذ. فبتتكلم روري وبتقول الشخص ده محظوظ جدا، لو كان قابل شيطان كان زمانه ميت من بدري. ايه رأيكم لما نتراهن هو هيفضل عايش قد ايه؟ بيتفاجئوا الناس كلهم وبيفضلوا يدخلوا القناة الخاصة بتشو علشان يتفرجوا. هو بتقول روي مين هيدي مكافأة للشباب، بس الأحسن ما تضيعوهاش على شخص عادي وادوها لمتدرب خالد، خلونا بس نشوف ازاي ده هيموت. وفجأة بيدخل شيطان في المكان اللي فيه تشو وبيقرب منه، وبتقول روري خلينا نشوف البشري العادي ده هيموت ازاي. فبتتكلم ايه وهي مخضوضة ايه العالم الغبي ده، ازاي يدخلوا انسان طبيعي لعالم زي ده وازاي يكون منقذ. وبتقول للجي هو ينفع نطلع تشو من هنا؟ فبيرد عليها جي وبيقول لها احنا ما نقدرش نسيطر على العالم، وكمان الوقت عدى، الشيطان اللي قصاده ده عنده 100 سنة ومش هيقدر يعيش قدامه اكتر من 3 ثواني. بيبص تشو للشيطان وبيقول لنفسه ايه ده، الشيطان ده جسمه اكبر وعنده عيون اكتر، هو ده اصدار احسن ولا ايه؟ انا رغم اني اكتسبت قوة تعادل وحش شيطاني ذو 1000 عام، لكن انا برضو قلقان، انا ممكن اكون مش خصمي ليه. بيمد الشيطان ايده وبيضرب تشو، لكن تشو بيتفاداه بسرعة. هو بيقول لنفسه بس سرعته قليلة وانا اقدر اراوغه بسهولة، انا ما ينفعش اكون مهمل، لان الوحش ده حتى لو بطيء فهو عنده قوة دفاعية عالية جدا، علشان كده استخدم الاسلوب ده علشان يهاجمني بيه. في الحالة دي انا مضطر اختبر نظريتي. وبيمسك تشو السيف بتاعه وبيقول لنفسه انا هاخد السيف بتاعي المتدربة واهجم بيه على الشيطان ده علشان اختبره. وبيقرب تشو من الوحش وبيضربه بسيفه، لكن الوحش بيصد الضربة بمنتهى السهولة وبيكسر السيف بتاع تشو. فساعتها تشو بيكمل كلام مع نفسه زي ما توقعت، الوحش ده بيغريني علشان اضربه وبعد كده يعكس الضرر ليا، كويس اني استخدمت السيف، لاني لو ما كنتش استخدمته كنت مت من ضربة واحدة. في الوقت ده بتتكلم روري اللي كانت بتتفرج وبتقول للجيا انت مش قلت انه مش هيعيش اكتر من 3 ثواني؟ ده الوحش الشيطاني مش قادر يلمسه حتى. فبيقول لها جي ده السيف مكسور اهو، هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ فبترد عليه روري دي صدمة، انا ما توقعتش انه يراوغ هجمات الوحش الشيطاني اساسا. فبتتدخل ايه في الكلام انا كمان ما كنتش اتوقع. فبيرد جي انا فعلا اتسرعت وحكمت عليه غلط، واضح ان اداؤه زي اداء سيد فنون قتالية رفيع المستوى في العالم بتاعه، بس برضه رغم انه معتمد على خبرته في الفنون القتالية لتفادي هجمات الوحش الشيطاني، لكن برضه الشيطان لسه قادر ان هو يأثر عليه. المعركة دي مفيش منها امل صدقوني، لان كده كده الوحش هيموته. وبنرجع عند تشو تاني اللي بيكون باصص للوحش وبيقول لنفسه انا كده وصلت لزاوية صعبة مع الوحش ده، ما عنديش اي طريقة اراوغ بيها تاني، انا هتظاهر بهجوم مزيف علشان اجبر الشيطان انه يبعد عني، واول ما هتظهر عليه علامات تردد هتكون دي فرصتي في الهرب. بيرفع تشو ايده في الوقت ده وبيوجهها ناحية الوحش علشان يخوفه، لكن فجأة بيطلع من ايديه قوة شديدة جدا بتموت الوحش في ثانية. بيقف تشوف صدمة وبيقول لنفسه ايه ده، انا كنت بهوشه بس الوحش ده شكله كان ضعيف، اصل استحالة انا اكون بالقوة دي. فبتقول روري الجي هو ده الوحش اللي المتدربين بس قادرين يهزموه، ده الناس كلها هتبعت له عمولات دلوقتي. وفعلا في الوقت ده الجمهور بيتسابق علشان يبعت عملات لتشو. هو بيجي لتشو رسالة من النظام مكتوب فيها ان الجمهور اداله اكتر من 5000 عملة، وده هيزيد من قوته القتالية بمقدار 50. فبيبص تشو على ايده وبيقول ده صوت الاشعار بتاع العالم التاني، هو الجمهور اداني عملات بس ده بيقول ان زود من قوة معركتي. في الحقيقة أنا مش حاسس بأي تغيير، لسه زي ما أنا وما حسيتش بالتغيير اللي حصل لي أول لما خدت قوة الوحش. بينتقل بينا المشهد تاني وبنروح عند الشركة اللي كانت شو شغال فيها. بيدخل واحد من الحراس بسرعة وبيقول للشو يا مدير أنا عندي أخبار سيئة،
تشو في البث المباشر دلوقتي. فبيقول له شو وايه هي المشكلة يعني؟ انت ايه اللي مضايقك اصلا؟ فبيقول له الحارس لا اسمعني، ده مش مجرد ده بث مباشر للعالم السري، وكمان العالم السري اختاره علشان يكون منقذ، وقدر انه يهزم وحش شيطاني. افرض بقى بعد ما قوته زادت جه وانتقم مننا. فبيرد عليه المدير وبيقول له انا عارف كل ده، شيا هي السبب في كل اللي حصل، غير كده فانا عايزك تتكفل بعلاج اخته، احنا هدفنا الرئيسي اننا نحقق السلام معاه. فبيرد عليه الحارس طيب يا مدير، افرض تشو نفسه مش عايز يحقق السلام معانا. فبيقول له المدير اوعى تكون فاكر ان انا خايف منه، هو ولا حاجة غير سيد فنون قتالية حظه جابه وقتل وحش عنده 100 سنة، غير اني اقدر اتصل بمجموعة من المتدربين في العالم السري واخليهم يتحدوه كلهم، ولو هو موافقش انه يحقق السلام معانا فانا هقضي عليه تماما. وبنروح عند المذيعة روري اللي بتقول عدى ساعة من ساعة ما العالم السري اتفتح، ومن الواضح ان الوضع بقى احسن لان المتدربين ابتدوا يهزموا الوحوش الشيطانية بشكل مستمر، فيا ريت الناس ما تبطلش تبعت العملات للمنقذين. فبتضحك يو بتقول للجي واضح انك بتعلق على تشومو بس. فبيتضايق جي وبيقول لها سيبيني في حالي، انا مش فايق للهزار بتاعك ده، الوضع مش ايجابي زي ما انت فاكره. وبينتقل بينا المشهد عند شاب تاني من المنقذين وبيكون بيقاتل وحش من الوحوش الشيطانية، وبيفعل مهارته اللي اسمها السيف بروتونيد، بيوجه المهارة دي على الوحش وبيكون الجمهور كله بيتفرج وبيتوقعوا خلاص ان الوحش مات بعد ما تعرض للمهارة دي، وبيكون تشو قاعد قريب من الشاب ده بيتفرج عليه وهو بياكل، وبنعرف وقتها ان الشاب ده اسمه لي باي مونج جون، بيطير مونج راس الشيطان بسيفه لكن راسه بتنمو من جديد وبيظهر تاني من ورا مونج. بيقول مونج لنفسه ايه ده، هو لسه موجود، واضح ان عنده قدرة شفاء عالية وكمان هالته باين عليها اقوى من الاول. بيفعل مونج مهارة مسار السيف تاني وضربة قطع الجبل، وبيوجه السيف بتاعه ناحية الوحش الشيطاني اللي قدامه. بيقع الوحش على الارض لكنه بيقوم تاني، فبيرجع مونج يستخدم احد مهاراته وهي مهارة السيف فصل المحيط، وبعدها فن السيف السماوي ضربة النيزك. بيستغرب الجمهور ان الوحش اتعرض لكل الضربات دي وبرضه لسه عايش، وان مونج ده قوي جدا لانه لسه بيقاوم بعد كل ده. فبتروح عند روري اللي بتقول للجي هو فعلا الشيطانة مش بتموت ولا ايه؟ فبيقول لها جي دي الشيطانة اللي عندها قدرة الشفاء، اكتر وحش شيطاني مزعج ممكن حد يحاربه، وما حدش يقدر يقتلها لو ما وجهتلهاش ضربة قاتلة على طول، وفي العادي الموضوع بيحتاج متدربين مستواهم عالي علشان يقدروا يحاربوا النوع ده. مونج جون ده موهبة نادرة جاية من طائفة مش معروفة، لكنه قدر انه يظهر مهارات وقوة مش موجودة في الطوائف الاربعة الرئيسية، بس للأسف هو قرب يموت هنا. وبيكون مونج واقف قصاد الوحش وبيقول لنفسه الطاقة الروحية قربت تخلص وكمان قدرتي على التحمل، معقول في الاخر هموت هنا بعد كل اللي عديت بيه، بعد ما دفعت كل ثروتي وخضعت لاختبارات صعبة، في الاخر اللي اخدته اني ما عنديش مؤهلات كافية والمسافات اللي مريت بيها والمشاكل علشان اعمل مسار خاص بيا، معقولة كل ده هيروح في لحظة؟ انا ما قداميش غير حل واحد دلوقتي، واحدة من التقنيات القديمة بس ليها مخاطر عالية جدا وممكن تموتني، بس انا ما قداميش اي خيارات تانية. بيفعل مونج مهارة ضربة نصل التماثيل ال1000 وبيوجهها على الوحش بيوقعه على الارض، وبيتفاجئ تشو بيقول تأثير الضربة دي قوي جدا، واضح ان هي دي قوته الحقيقية. بيفضل تشو مستني شوية وبيلاقي مونج ما بيتحركش، فبيكمل كلام مع نفسه وبيقول هو اتصاب ولا ايه؟ خلونا نروح نشوف ماله. بيقرب تشو من مونج وبيسأله انت كويس؟ فبيقوم مونج من الارض وبيكون متبهدل خالص وبيضحك وبيقول لتشو
انا خلاص هزمت الوحش الشيطاني. وبيبص مونجو قصاده وبيلاقي الوحش قام فجأة، فبيتصدم وبيقول ازاي الوحش ده لسه عايش لحد دلوقتي؟ بيقرب الوحش منهم فبيزعق مونج لتشو بيقول له ابعد بسرعة من هنا. وتعالوا نقف هنا واقول لكم سؤال الحلقة بتاعت النهاردة، يا ترى المذيعة كان اسمها ايه؟ اللي هيقول الإجابة دي تحت في الكومنت هيطلع معايا في الفيديو اللي جاي. وبكده تخلص الحكاية بتاعت النهاردة، ولو عايزين منها جزء تاني ياريت تقولولي تحت علشان نعرف ازاي تشو هيتصرف في الموقف الصعب اللي هو فيه ده، ويا ترى هيقدر يهزم الوحش اللعين ده ولا الشيطانة هتتغلب عليه. كل ده واكتر هنشوفه في الحلقة اللي جاية. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم.